يوفرها هذا البريكسيت. اذا الفرص اللي رايحه تتوفر، انا في اعتقادي في الدول العربيه المستفيد الاول رايح يكون المغرب. لماذا؟ لان استثمر خلال 10 سنوات الفارطه فيما يخص التنافسيه، وضع هياكل اقتصاديه اللي تخليها تقدر تستقطب استثمارات اجنبيه مباشره. نعطيك انا مثال، صناعه السيارات البريطانيه 57% موجهه الى الاتحاد الاوروبي. فهذه الاستثمارات لما راح تخرج من بريطانيا، اذا كانت فيه هذه العوائق تروح الى اوروبا، اذا الشركات اللي راح تشوف وين اكثر تنافسيه. اذا اكثر تنافسيه وين معناه نصيبوا انتاجيه نصيبوها في رومانيا، في بولونيا، في المجر، وايضا في المغرب، لان عنده محطه يعني فيما يخص الصناعه، قاعده عسكريه او قاعده صناعيه وبنى تحتيه. نعم، لا بأس بها. نزيد لك مثال بوينغ، عفوا ايرباص قدمت تهديد، يعني عندها شهر بالنسبه للبريطانيين في حاله البريكسيت، ان الاستثمارات فيما يخص قطاع الطيران، اذا راح تغير الاستثمارات تاعها الاجنبيه. هي توظف 15,000 بريطاني في بريطانيا. اذا اللي عنده اكثر مؤهلات المغرب، نذكر ان المغرب يصدر حوالي مليار دولار فيما يخص قطاع الغيار تاع الطيران. ايضا معناه جاب شركه بومباردير لصناعه الطائرات، اذا رايح ينافس دول يعني اوروبيه. ايضا منطق اخر، لما بريطانيا تخرج معناه كل ما هو لوجيستيك، معناتها الشركات اللوجستيكيه اللي معروفه كبيره موجوده في بريطانيا رايحه تحاول توجد الى منفذ اخر. المنفذ الاخر معناه كاين رايح يكون منافسه ما بين اسبانيا، يعني منطقه جبرالتار، والمغرب. لما نتكلم على يعني هذا الصراع، يعني علاش يخلي في الدول العربيه يعني المغرب؟ لماذا؟ لان دول شمال افريقيا عندها اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي، فبالتالي كل الاستثمارات الاجنبيه تبحث على منفذ لها وين تدخل بكل بساطه الى اوروبا. اذا الان دول شمال افريقيا هي يعني الجزائر وتونس والمغرب هي اللي عندها هذه الاتفاقيات. ربما فيه امتياز لتونس اكثر، الوضع الامني ما يخليش لتونس، عدم وجود قاعده صناعيه ما يخليهاش تكون تلعب الرائد. الجزائر في اعتقادي ان 15 سنه كل سنه نصرفوا يعني 100 مليار دولار، يعني ما يقارب اكثر من 1500 مليار دولار، راحت اجور، راحت اعلانات عن مناقصه، مازال نفكر في السياسه الاجتماعيه. ففي اعتقادي الان اللي رايح يكون اكثر يعني يستفيد اكثر هي المغرب، هو المغرب. وانا في اعتقادي يعني كخلاصه هو ان اذا كان استفاد المغرب بهذه المؤهلات، فالان يمكن ان المغرب يبني استراتيجيه على انه يعني على المدى 10 سنوات يكون دوله بارزه في شمال افريقيا. وبالتالي يعني افريقيا رايح يكون زوج دول بارزه يعني على المدى المتوسط، اللي هي افريقيا الجنوبيه